عمرك سالت نفسك ازاي تتعامل مع العميل الصعب؟ احنا قابلنا انواع كتيره جدا من العملاء، اللي بيدفع وهو ساكت، واللي بيسال 60 سؤال في الدقيقه، بس في نوع واحد بيخليك تفكر جديا انك تعمل شيفت كارير وتشتغل بتاع عيش. فتعالى اقول لك النهارده ازاي تتعامل مع العميل الصعب وتحافظ على دماغك. اولا انت محتاج تعرف النوع اللي بتتعامل معاه. في 3 انواع عملاء صعبين جدا: المتردد اللي بيغير رايه كل 5 دقائق، والناقد الفني، اللي تحسه بيكسف نفسه كده ودايما جملته المشهوره هو ده حلو بس في احسن، والمستغل اللي عايز ياخد منك 3 خدمات بسعر خدمه واحده. عموما حدد النوع عشان كل واحد ليه طريقه في التعامل. ثانيا انت محتاج تبقى محترف اكتر، ما تتعصبش وما تهزرش زياده عن اللزوم وما تردش بنفس اسلوب. فعميل صعب مش معناه انك تطلع اسوأ نسخه قدامه. سيب الانفعال واشتغل على السيستم بتاعك من اول لحظه، وقبل ما تبدا تشتغل يفضل انك تحدد القواعد اللي هتشتغلوا عليها، اتفق على عدد التعديلات بتاعتك وعلى ميعاد التسليم وعلى كل نقطه تفصيليه ممكن تقابلك، ودي هتزيد مع الخبره. اكتب الكلام ده في ملف او في واتساب يكون واضح للجميع، وده هيحميك لما العميل يغير رايه في اي لحظه. فلما يجي يطلب تعديلات زياده ابتسم وقول له اوكي تمام اتفقنا مفيش مشكله، ولكن التعديل ده تعديل زياده خارج الاتفاق فهيكون له حساب اضافي. عرفه انك محترمه جدا ولكن في نفس الوقت بتحترم وقتك وشغلك، ولما يشوفك منظم هيبقى عارف ده وهيحترمك حتى لو كان صعب عليه. ولكن لما تحس ان هو بيستغلك قول الكلمه السحريه اللي بنخرج بيها من اي مأزق: انا حابب نكمل مع بعض ولكن احنا محتاجين نكون واضحين جدا في خطواتنا اللي جايه علشان الشغل يكمل مع بعض. لو رد باسلوب كويس وقدرتوا تتفاهموا فده بيرفكتو، ولكن لو استمر بنفس الاسلوب اخلع منه وسيبه يبين النوايا بتاعته. عايزك تاخد الموضوع ببساطه بس مش بسطحيه. مش كل عميل صعب معناه انه شرير، في ناس بس مشكلتها انها مش عارفه تعبر عن رايها بشكل كافي، في ناس متوتره علشان هم لسه مش واثقين فيك. فخلي عندك مساحه نقاش تفهموا فيها بعض، ولكن خليك واضح في شروطك. تعالى بقى نكتب كل الكلام ده في ورقه عندنا. انا هعرف نوع العميل، يكون ثابت وشخص احترافي، هوثق الاتفاق بشكل كبير، هحدد تعديلاتي بوضوح، هقول لا بادب لما يتخطى حدوده معايا، وهخلق بينا مساحه نقاش علشان نفهم نوايا بعض. لو فاكر موقف معين حصل لك مع العميل اكتبه لنا في الكومنتات عشان مستني اسمع الحكاوي دي.